الموسم ده من ليه حكاية كان عن الناس اللي قدروا يشوفوا القيمة في اللي حواليهم، عن اللي عرفوا ياخدوا تراثنا ويعيدوا تقديمه بروح جديدة ويخلوه جزء من شكل حياتنا دلوقتي. اتعلمنا إن الفنان لما بيؤمن بحاجة وبيديها كل طاقته بيطلع منها أحسن حاجة، وده اللي شفناه مع نوران البنان وجزازي لما تحدوا القوالب والمعروف والعيب وطلعوا من القديم والمستعمل فن وذوق وطريقة تفكير جديدة. وبولجا والدرويش لما حبوا الجلد وشافوا في الصنعة القديمة والحرفيين اللي فيها حاجات محدش تاني كان قادر يشوفها، بس كل واحد بطريقته. وده نفس اللي حصل مع لورا ومريان وعم سامي في مطبخ نوايا والمزرعة السعيدة، واتحادهم لتحقيق هدف واحد رغم اختلافهم، وهو تمكين الستات وحفظ التراث وصنع مساحة فيها أمل ومعنى وحياة. الحكايات دي كلها كان ليها خيط واحد، إن التراث مش شيء معزول، التراث هو الناس والمكان والظروف واللحظة اللي التلاتة فيها بيتقابلوا وبيخلقوا معنى. واللي جاي مش هنعرفكم بس على أصحاب الحرف والفنانين، لأن الحكاية عمرها ما كانت بس إحنا بنعمل إيه، الحكاية دايما كانت ليه بنعمله وإزاي بيكمل من غير ما يضيع الأصل ولا تضيع الهوية. وده بالظبط الطريق اللي رايحين له، خطوة أعمق جوه الحكاية نفسها.